ايوه ايوه حاضر. معلم عبد ربه. فين ستك صباح يا بنت؟ صباح ما تستهدى بالله يا حاج كده، مالك فيك ايه؟ روق كده واعمل لك كوبايه ليمون. غوري غوري من قدامي، يلا انت غوري يلا. حاضر يا ايه في ايه؟ صباح 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 وصوتك عالي كده ليه؟ مش خلاص خلصنا؟ لا ما خلصناش. بنتك فين يا معلمه صباح؟ ولا انت خلاص ما بقيتيش فاضيالها؟ لا عارفه رايحه فين ولا جايه منين؟ ولا كلمه. مش هسمح لك يا عبد رب. بنتي صاغ سليم، بنتي في شغلها. شغلها شغلها ولا ماشيه على حل شعرها مع الواد اللي اسمه عرب؟ ايه ما تكفيهوش الام بيلف على بنتها؟ قطع لسانك. انا مش هسمح لك تنطق تاني وتقول الكلام ده. ده كان في بيتك هناك، لكن هنا بيت الجياشين. وكنت حاطه ببقي جزمه ومش عايزه اتكلم عشان البتين، لكن خلاص بت منهم هدوس عليها بجزمتي وخلصنا. لكن التانيه لا. بيتك صاغ سليم زي الجنيه الدهب يا عبد ربه. اصحى، مش زي الصيعه اللي انت قنتها على ذمتك ربايه الاقسام والمناطق المشبوهه. خلاصي اللي بتتكلمي عنها دي تبقى مراتي، وكتر خيرها فتحت عينها اللي ما كنتش شايفه. بلا نيله، دي غمتها زياده عن الحق والاصول. فوق يا عبد ربه واعرف انت بتتكلم مع مين. انا صباح الجياش. على فكرة صوتكم جايب لآخر الشارع. هو مش كفاية بقى؟ هي سابت لك البيت عشان تتجوز براحتك طالما مش عايزني. جاي بتضايقها هنا كمان ليه؟ ده اللي قالته لك امك صح؟ قالت لك كده ها؟ ما قالتلكيش السبب الرئيسي ايه؟ مش كده؟ اسمعي يا بنت انت، من النهارده مش هتشوف اللي اسمه عرب ده، ولسانك مش هيخاطب لساني، فاهم ولا لا؟ وانا مش هنفذ كلامك. ايه؟ انا مش بعند معاك على فكرة، انت عارف انا بقدرك ازاي. بس كفاية بقى، ما تتدخلش في خصوصياتي تاني. كده؟ وبتقولي في وشي كده؟ ده انا ابوك يا انغام. عموما انا قلت اللي عندي، ما عنديش كلام تاني اقوله. بقول لك ايه يا عبد ربه؟ عقلي بنتك، عقليها، واعرفي ان انا لحد دلوقتي ماسك لساني، ماسك لساني، فاهمه؟ سيبنا في حالنا. هو ايه حوار ماسك لسانه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. فيه هو مخبيه يا ماما؟ مش مخبي حاجه. ابوك اتهبل في دماغه وبيهلفط وبيقول اي كلام. ربنا يهديه، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي تخن دماغه وخلاه بقى مش عارف هو بيعمل ايه ولا بيتصرف ازاي.